السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. اليوم راح اسوي لكم طريقة تفريز ورق العنب. سوينا بالفيديو السابق تخزين ورق العنب بس مو تفريز، بس بهذا الفيديو راح افرز ورق العنب. مثل ما تعرفون اني سويت بالفيديو السابق خزن، اللي ما عنده تبريد اللي ما عنده مجمدة يقدر يستخدم ذيك الطريقة. بنات اليوم راح اسوي لكم التفريز بثلاث خطوات تقدرون تفرزون بها الورق العنب. الطريقة اللي سويناها بالفيديو السابق كلش حلوة كانت، بس انتو يعني لانه بقياسات اكو نوبات ناس تضبط عندها وناس ما تضبط عندها، والدبية نوبات ما تكون نفس الدبابي اللي هو اهم شيء انه تكون قبقها محكم، انه مستحيل طب له هوا، يعني مضغوط كلش زين كل شيء معلي، مثل ما نكبس الطرش العادي نكبس المخللات مدة طويلة، نفس الشيء الورق العنب. بس اكو ناس ما تضبط هاي القياسات فتفضل التفريز. هسه بنات للتفريز راح اسوي 3 طرق بيهن. شلون اعلمكم شلون نفرزهن الورق العنب ونحتفظ به لمدة سنة كاملة، كل شيء معلي واكثر من سنة هماتين يبقى عندك كل شيء معلي. هسه راح نبلش باول طريقة بنات. هنا عندي اول طريقة، عندي دبة بلاستيك راح استخدمها. اذا يكون زجاج احسن، بس الزجاج ما افضله انه يصير بالمجمدة، لانه البنات الزجاج اي شيء طخه يعني يكسر ويتلف كل المونة اللي بيه، فافضل البلاستيك كل شيء ما عليه يبقى مدة طويلة كل شيء ما عليه. بنات اول طريقة شو تسوون؟ مجرد هيك صفطناه ونزلناه بالدبة عدل بدون كل شيء. طبعا اني غاسلته ومجففته كلش زين. شوفوا هاي اول طريقة، بس اصفطه عدل وانزل. شوفوا بهذا الشكل انزله كلية اصفطه بنفس الطريقة. هاي اول طريقة عندي سويتها واحطها بالمجمدة. هسه راح تقولوا لي ما عندنا مكان نحطها بالمجمدة، شلون نسويها؟ يعني ما عندنا مكان يكفي بالفريزر نحط دبية بهذا الحجم. ايش راح نسوي لكم طريقة ثانية تقدرون تحطونها وكل شيء ما عليه، تقدروا تحطونها بالفريزر. هسه بنات راح اسوي لكم الطريقة الثانية جربوها. الطريقة الثانية بنات عندي هنا جدرية راح اصفط بها الورق العنب. شوفوا بهذا الشكل، بهذا الشكل حطيت كمية مو كليته حطيته، وراح اضيف عليه المي تغلي مباشرة شكل، وراح اخليه اضغطه شوية الورق يصفر، بعدين اشيله من المي واصفطه. شوف شلون صار عندنا مثل الذهب، صار كلش حلو. اسوي راح اخذ دبية اصغر من ذيك، وراح تاخذ مساحة كلش صغيرة لان الورق عريش منقع فما راح ياخذ عندي هواية، واحاول اني ما اخلي بيه مي، اطلع المي من عنده. شوفوا اصفطه بهذا الشكل، واحاول قد ما اقدر اني اصفطه تصفيط بهذا الشكل مثل ما واضح عندكم. هاي بنات الطريقة الثانية. شوفوا سد عليها بهذا الشكل واخليها كل شي ما عليها. شوفوا بهذا الشكل دبية صغيرة تقريبا اخذت من عندنا كيلوين ورق عريش، لان كلش ضغطناها. تمام بنات؟ وناس تقولي لي لا هم احنا ما عندنا مجال نحط الدبية هاي بالفريزر، فما عندنا مجال تكفي هاي الدبية. لحد الان انا مسوي لكم الطريقتين حلوات، الطريقتين ناجحات. هاي الطريقة الاولى اللي نحطها مباشرة، بس هاي طبعا تاخذ مجال كلش هواية. والطريقة الثانية انه احنا نخدره ونحطه بهذا الشكل بالدبية، وهاي همتين مضمونة ان شاء الله. فهسه بنات الطريقة الثالثة راح اسوي لكم اياها على مود تقدرون تحطونها باي مكان بالفريزر، تقدرون تحطونها. راح حد يقول لي ما عندي مجال، سويت لكم طرق هواية، سويت لكم كل الطرق اللي ممكن تحطون بيها وتحتفظون بيها ورق العنب، سويت لكم عدة طرق، فما لكم اي حجة ولا عذر انكم ما تسوون ورق العنب وتخزنونه من سنة للسنة. فان شاء الله الطرق كلها ناجحة وكلها حلوة راح تعجبكم ان شاء الله. هنا الطريقة الثالثة عندي لايلون ورق التغليف، احط بيها بهذا الشكل. شوفوا احط بيها ورق عريش كمية اللي انا اريدها، مثل ممكن اني انا استخدمها بالطبخة، يعني قد يكفي عائلتنا اسويها رولة واحدة. شوفوا بهذا الشكل راح اجي عليه من هين ومن هين. شوف شلون
برمها كلها برمة واحدة. شوفوا وهاي الطريقة كل شي ما عليها. احتفظ بالورق العنب. قامت ما حبيت بس القحها هاي بالمي مدة 5 دقائق تلقينها مايعة كل شي ما بيها. هذا اللي يكفيني طبخة. شو اسوي؟ هيك بهاي الشكل، يعني ما اخدره ولا اسوي له اي شي. بهذا الشكل راح اسوي البنات. بهذا الشكل افرش كمية الورق اللي انا اريدها بهذا الشكل تدريجيا، يعني ناس فوق ناس، واجيب هاي اضغطها هيك وابلش الف. كمية كلها حطيناها. هاي كل شي ما عليها، تلقحينها بالمجمدة كل شي ما عليها، مدة طويلة كل شي ما عليها. البنات الطريقة الثالثة سويناها بهذا الشكل، يعني هاي ما عندك مكان تحطينها بالفريزر، عندك فراغ او اي مكان عندك بالمجمدة او بالفريزر تقدرين تلقحينها ويا اي شي كل شي ما عليها. واضافة الى هاي ما يتسحق بعد ولا يتكسر، يعني تقلحينها وين ما تحبين تحطينها بالمجمدة كل شي ما عليها. هاي الطريقة ناجحة 100%. عندنا هاي الطريقة وهاي الطريقة، انتوا الطريقة اللي تحبونها تقدرون تطبقوها، كلهن حلوات كلهن ناجحات. اتمنى انكم تجربونها، اتمنى تدزوا لها بالتعليقات. تمام بنات، هاي الطرق ثلاثتهن يصيرن تفريز، ما يصيرن الا تفريز. بس اذا ما تحبون تفرزونه تابعوا الفيديو اللي قبله، هذا بدون تفريز. بس هاي اليوم الفيديو هذا كله تفريز، الفيديو السابق كله مو تفريز بس هذا تفريز. تمام بنات، اذا عجبكم الفيديو عجبتكم طريقتي لا تنسوني باللايك والاشتراك، تضغطون زر الجرس، واشكر متابعتكم. الى اللقاء في فيديو جديد.